ما تيجي كده نعمل الزبادي في البيت ونتحدى الغلاء ونعمله بأحلى طعم وأقل سعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايباتي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. معكم يوسف. إن شاء الله النهاردة جايبة لكم طريقة ولا أروع لعمل الزبادي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبجد يعني ولا أروع من كده. كل يدوه من تحت إيدك هيشكرك عليه بجد، يعني توفير التوفير. يعني طول شهر رمضان هتاكلي زبادي بخيره كده قشطة، مش زبادي بمواد حافظة، لا ده انت هتاكلي حاجة ولا أروع. بس ما تنسوش اللايك والكومنت عشان القناة ترفع والكل يستفيد. زي ما انتم شايفين كده، ومبدئيا كان معايا كيلو الا ربع من اللبن. يعني تقدري تعملي بنص كيلو، مش مرتبطة بأي مقادير. كل ما تعملي أكتر كل ما تعملي كمية أكبر على حسب أفراد أسرتك. شوف انتوا كم فرد واعملي اللي يناسبك. بس أهم حاجة جيبي اللبن من مصدر موثوق فيه عشان يديكي نتيجة كويسة. أول حاجة حطيت اللبن على النار، وبعد ما اللبن غلي زي ما انتوا شايفين كده هطفي عليه النار وهغطي عليه وهسيبه لحد ما يهدى. يعني مش يهدى يبرد، لا يهدى كده يبقى زي دمعة العين. هنسيب اللبن بتاعنا يهدى زي دمعة العين ونشوف هنعمل احلى زبادي هتاكلوه في حياتكم. بجد اسهل طريقة لعمايل الزبادي هي دي. بعد كده اللبن بتاعنا هدي يا دوبك كده يا دوبك كده. حطيت صباعي استحمله، مش عايزين يبرد تماما ولا عايزينه يكون سخن. لو سخن الزبادي هي ايه، هيكتل منك كده وهيعمل ميه كتير ومش هيكون حلو. ولو بارد هيغيب في التخمير ومش هيكون برضو طعمه مش حلو. فانت اعملي المظبوط، يا دوبك صباعك كده يستحمل الميه، يكون دافيه كده زي دمعه العين. تمام تمام. بعد كده معايا علبه زبادي، والعلبه الزبادي ديت ب6 جنيه وفيها معلقتين من الزبادي. انا هعمل لك احلى زبادي النهارده وبكميات كبيره. زي ما انتم شايفين حطيت علبه الزبادي، وعلبه الزبادي ده تخمير، مش هنجيبها تاني، احنا هنجيبها مرة واحدة بس وبعد كده هنخمر بالزبادي اللي احنا هنعمله. قلبتها كويس جدا جدا علشان تدوب في اللبن بتاعي. وبعد كده بعد ما دوبتها جبت الكوبايات اللي انا هشتغل فيها. اي كوبايات عندك بقى مش مهم، كبيرة صغيرة مش مهم، بلاستيك ازاز برضو مش مهم. بعد كده نزلت بقى باللبن بتاعي على الكوبايات زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة بسيطة بجد موفرة. يعني دلوقتي هتشوفوا انا هعمل لكم اختبار لعلبة الزبادي. زي ما انتم شايفين الكوباية ما شاء الله مليانة اهي. جبت علبة الزبادي اللي انا فضيتها زي ما انتم شايفين وهفضي فيها اللبن. هتعمل لي 2، يعني الكوبايه اللي انا عاملاها دي هتعمل لي منها كوبايتين. شايفين بالشكل ده؟ يعني اضربي في 2، يعني ال5 كوبايات اللي انا عملتهم اضربوهم في 2 هيدوكي 10 علب زبادي من اللي بنشتريهم من بره، وبنفس الطعم وبنفس الجوده. لا والله، ولا نفس الطعم ولا نفس الجوده. دي حاجه مضمونه هتعملها في البيت. يعني لو عندك طفل صغير يعني ما تخافيش عليه من الزبادي ده. اكليه بقى، ولا مواد حافظه ولا اي حاجه خالص، حاجه طبيعيه وكامله الدسم. ده زبادي كامل الدسم. زي ما انتم شايفين بعد ما عبيت الكوبايات بتاعتي جبت كوبايه ميه مغليه وحطيتها كده في النص الصينيه او الطبق اللي احنا نشتغل فيه، ودخلته الفرن بتاع البوتاجاز. ولعته 5 دقايق، وبعد الفرن بتاعي ما سخن بعد 5 دقايق طفيت النار ودخلت الزبادي بتاعي في عملية التخمير. أخد معايا وقت قد إيه عشان يدينا النتيجة دوت؟ يوم كامل. يعني كل يوم كده هتعملي زبادي. أخد معايا الميعاد اللي أنا خمرته فيه هو الميعاد اللي اتخمر فيه الزبادي. تمام تمام. يعني الميعاد اللي أنا جهزت فيه الزبادي نفس يعني تاني يوم فتحت عليه لقيته اتخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. زي ما انتم شايفين زبادي متماسك، زبادي قشطة. بالله زبادي قشطة. شايفين قطعة الزبادي عاملة ازاي؟ قد ايه ناعمة، قد ايه نفسها تحفة، ريحته بس تخبل. طعم روعة 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 بجد. يعني بص زبادي كده كامل الدسم، زبادي معمول بطريقة سهلة، مفيش أسهل من كده طريقة. ولا مكنة زبادي ولا الهوسة اللي احنا بنشوفها دي، لا ده حاجة سهلة بسيطة. هنخمر الزبادي بعلبة زبادية ونحط مية سخنة ونحطه في بوتاجاز مسبق التشغيل 5 دقايق. بنطفي عليه وبعد كده بندخل الزبادي، ودي النتيجة. نتيجة ممتازة. قولوا رأيكم بجد بجد
بجد بالله عليكم أي حد يشوف الفيديو يحط رأيه ويقول لي رأيه إيه، لو في أي ملحوظات قولوها، أنا عادي يعني متقبلة، أي حاجة أنا غلطت فيها قولوها برضو نستفيد من بعض. شايفين الطراوة اللي في الزبادي، شايفين المطة، شايفين الشكل، شايفين الحلاوة، بجد جربوه، ولما تجربوه والله ما هتشتروه تاني، لأنه هيوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. يعني تحدي الغلاء، واعملي الزبادي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، هتاكلي أحلى زبادي بخيره بخيره. حط كده مليون خط تحت بخيره. أتمنى يا رب إن طريقتي النهاردة لعمايل الزبادي تكون عجبتكم، وكل شيء كده بقدمه لكم يعجبكم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وكانت معكم يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.